جماعة مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهاردة فيديو اختراع. هو فيديو صغنن قد كده مش هيكمل خالص، ولكن هكلمكم عن اكتر مرطب قاعد معايا في الدنيا، مرطب ايد والرجل وكده. اكتر مرطب قاعد معايا كمية، وقاعد معايا ترطيب، وقاعد معايا في سعره الحلو. فمش هطول عليكم، يلا بينا مع بعض نبدأ الفيديو. طيب ايه هو المرطب؟ المرطب ده من فترة لو تفتكروا ان انا كنت عاملة سلسلة منتجات بلوك كلها، وقلت لكم ان انا جربت منها كام حاجة طلعوا حلوين. فالمرطب بتاع النهاردة ده من السلسلة الحاجات الحلوة. ايه هو؟ هو ده بتاع بلوك، اللي هو فيرست بلوك ده. الجلد بالعسل وفيتامين ايه. المفروض ان هو بيرطب الجلد وبيلذذ الدنيا كده وبيمشي معانا الجلد. هوريكم حاجة وانتوا هتحكموا هو قد ايه كده. تاتاو. مش تعرفوا ان انا لما بطلع اتكلم عن حاجة بجد بتكلم عنها، وانا مجرباها ومخليه العيلة كلها تجربها. ده شكله، وده منظر كميته، وده شكل حجمه، وده شكل ترطيبه. مش محتاجة، اظن كده مش محتاجة اقول اي حاجة يعني. ليه لازم نجيب المرطب ده؟ اولا ان المرطب ده على كميته دي فهو هيقعد معاكي وقت قياسي مش طبيعي. ده غير انه هيرطب ايدك ترطيب كويس. انا مش هجامل المنتج خالص. هو هيرطب معاكي ترطيب كويس ومش وحش. ولكن لو انتي جلدك جامد جدا عايزه حاجه ترطبها جامد قوي فممكن نستبعد عنه شويه. ولكن لو احنا عايزين حاجه ترطيب كويس لحد ما، فده هيكون ترطيبه كويس وريحته حلوه. واكتر حاجه فيه عجبتني ان هو ريحته حلوه. هو المفروض ان هو بيغذي الجلد قوي، ولكن هو ما بيغذيش الجلد قوي التغذيه الجامده جدا. هو بيرطب الجلد ترطيب حلو. عشان تعرفوا ما بعزش عنكم حاجه يعني. بص، بطلع اخر ما تبقى فيه اللي فيه هنا لاجل ان انا ارطب ايه قدامكم. ادي المرطب، وادي شكله، وادي حاجاته. هوريكوا ترطيبه. بص، هو ترطيبه كويس لحد ما، مش هقول لكم ان هو ترطيبه واو، ولكن لو انت عايزه مرطب حلو هيرطب معاكي ترطيب. بصوا في جلولي كده بيعملها بتبقى تحفه بصراحه، بحبها. ده غير ريحته بتثبت ثبات مش طبيعي. يعني هو ممكن يكون ما بيديكيش نتيجة واو في الترطيب، ولكن بيديكي ريحة وملمس للجلد جمال جدا. كده رطبنا خلاص. هذا تحفة بجد، اختراع، واي حد هيجيبه مش هيندم انه جابه. وده غير ان هو سعره صغير جدا، فان انت تجيبي حاجة سعرها صغنن كده وبترطب معاكي ترطيب كويس لحد ما، فدي حاجة كويسة، حاجه تشفع له وتذكر له وما ينفعش انساها ابدا. ان هو ممكن يكون ما بيرطبش الجلد كويس، ولكن بيرطب الضوافر ترطيب من الاخر. بيرطب بجد الجلد بتاع الضوافر، بيرطبه ترطيب. انا عشان اقول لكم المعلومه دي جيت لكم وانا مش حاطه مانيكير عشان اقول لكم واكد لكم المعلومه دي، ان هو فعلا بيرطب الضوافر نفسها او الجلد بتاع الضوافر ترطيب كويس قوي. فترتيبه للايد يعني خلاص الموضوع، ترتيبه للايد لذيذ لحد ما. ترتيبه للضوافر تحفه جدا، ريحته حلوه، سعره حلو، كميته كويسه. وخلصت الفيديو. اشوفكم في فيديو تاني وجديد.